يا مساء السعادة على أحلى متابعين في الدنيا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد مع بعض، هنعمل مع بعض فطاير سريعة بدون لبن، وبدون زبادي، بدون زبدة، بدون سمنة. زي ما انتم شايفين مكونات بسيطة جدا. سكر، زيت، خميرة، بيكنج باودر، وبياض بيضة، وصفار للوش. انا اوريكي، بصي، اقل كمية زيت هتحطيها، وبياض بيضة واحدة، عليها معلقة خل، والصفارة ركناه للوش زي ما انتوا شايفين. هنعمل المعجنات دي كيلو الا ربع من الدقيق. عايز تعملي كوبايتين، عايز تعملي كيلو، عايز تضعفي الكمية براحتك. انا هعجن بمية زي ما انتوا شايفين، هتطلع معايا العجينة هشة جدا واسفنجية. وهي عايزة تزودي القيمة الغذائية بتاعتها، ممكن تعجني بلبن. عايز تحطي معلقتين لبن بودرة مفيش مشكلة. معاكي، بصي، متاح معاكي تحطي اي حاجة. احنا عاملينها اقتصادية جدا، علشان مش حد، لو حد عايز حاجات اقتصادية وما عندوش استعداد مثلا، او مثلا ما عندوش القدرة اللي هو يعمل حاجة غالية، او مثلا حاجة فيها لبن زبادي، او مش موجودة عندك، وانت عايز تعملي الفطاير دي، هتقومي تعمليها بدقيق وبياض بيضة وسكر وخميرة وبيكنج باودر بس. ممكن كمان تستغنى عن البيكنج باودر. حطينا دي في العجان كده زي ما انتوا شايفين. حطيت الخميرة والسكر والبيكنج باودر، قلبتهم، وطبعا رشة الملح، ونزلت عليهم ببياض البيضة وربع كمية الزيت اللي معايا زي ما انتوا شايفين كده. مفيش اسهل من كده. بعد كده بنزل بالمية. المية زي ما قلت لكم ممكن تبقى لبن، ممكن تبقى لبن قاطع، ممكن تبقى زبادي، زي ما انت عايزه. كان عندي فترة كده من فترات كنت بعجن على طول بلبن قاطع. كنت انا جايبة كمية لبن وفصلت مني، وكنت بعجن بيها. تمام. وطبعا زي ما قلت لكم معجنات اللبن القاطع بتبقى تحفة. لو عندك استخدميها، ما تخافيش لو اللبن قطع منك، ما تتضايقيش. زي ما انتم شايفين كده، انا بدلق ميه شويه بشويه لحد ما العجينه تتلم معايا خالص وتنضف العجان. هبتدي بقى انزل اخر معلقتين زيت معايا. تمام. اسف على صوتي لو صوتي تعبان او مش واضح في الفيديو، بس انا تعبانه. زي ما انتم شايفين كده انا سرعت العجان شويه. هدلق اخر معلقتين زيت. العجينه دي هشه جدا رغم بساطتها وقله المكونات فيها، بس بصوا بتمط ازاي. يعني اتخدمت كويس في العجن، وبتلزق بسيط، وده المطلوب. مفيش حد يروح يلاقيها بتلزق كده يحط شويه دقيق، لا، انا عايزاها كده بتلزق يا جماعه، علشان تديكي معجنات هشه زي اللي انت هتشوفها دلوقتي. تمام. هسيب العجينه بس لمده 10 دقايق، مش اكتر من كده، عشان طبعا الجو انتوا عارفين بيخلي الحاجه تفور كده بسرعه من الحر. ركنتها بس عقبال ما جهزت الحشوه. هعملهم 4 فطاير. حابه تعملي فطاير صغيره، ميني فطاير كده، على قد مثلا اطفالك، ولادك مثلا صغيرين، او عندك ولاد كبار شويه مثلا عايزه تكبريها، مفيش مشكله. انا حبيت ان انا اعملها زي ما انتوا شايفين كده على 4 فطاير بس. هتطلع معايا كبيره زي الحجم اللي انت شفتيه في الصاج كده. بس انا هقطعها مثلثات واشيلها في اكياس في الفريزر. يعني مثلا لو في اي وقت ولادي عايزين ياكلوا، هيطلعوا مثلا مثلث او 2 على قد ما هم هياكلوا. هتحطها كده في طبق على الرخامة، هتفك معاكي ومش هيبقى فيها اي مشكلة خالص، وهتطلع اكنها لسه معمولة في الفرن دلوقتي. ما انا بص بوريكي العجينة. العجينة بصي طرية ومطاطية كده، تحس ان هي بتعملي البينة، تحس ان انت عايز تاكليها نية. هنكلهم على جنب ونجيب الحشو. طبعا احنا الفطاير دي يعني اي حاجة في التلاجة. الفطاير دي مثلا لمي اي حاجة انت مش عايزاها في التلاجة. شوية فلفل رومي، على فلفل حراق، شوية جبن، شوية زيتون. انا المرة دي جايبة سوسيس، والسوسيس مقطعة زي ما انتوا شايفين كده حتت صغيرة. عندك سجق، عندك سوسيس، عندك شاورما، عندك فراخ بايتة مثلا، ممكن تقطعيها حتت صغيرة وتعمليها ببصلاية طماطمية كده وقرن فلفل، وبعد كده تحشي بيها الفطاير. مفيش مشكلة. ممكن تحشيها بلحمة مفرومة، ممكن تحشي مثلا، تعملي حشوة كبد وقوانص كده وتعمليها، مفيش مشكلة برضه. انا حطيت سوسيس وجبنة رومي وزيتون وفلفل، وكان عندي معلقتين جبنة في العلبة دي. قلت ادام اسيبهم ينشفوا، هحطهم برضو
لان انا عايزه الحشوه تبقى ايه، طريه شويه لدرجه ان هي متبقاش مفروله. معلقتين الجبنه دول هيمسكولي الحشوه. زي ما انتوا شايفين كل الحاجات اللي انا حطاها ناشفه، يعني هتفرول بسرعه، وهي هتلاقيها كده مش ماسكه نفسها، ممكن تقع من الفطيره. تمام. المعلقتين الجبنه دول هيطروها شويه، يخلوها ايه ملزقه ببعضها كده. انتوا فاهمين قصدي طبعا. عفوا. زي ما انتوا شايفين الحشوه اهي جاهزه. بلاش تحطي طماطم علشان ما تطرلكيش الحشو. تمام. لو انت ما عندكيش اي حاجه خالص ممكن تحطي جبن بس، مع شويه بقدونس، مع فلفل رومي او فلفل الوان، مفيش اي مشكله. انتوا شايفين العجينه عامله ازاي معايا مستريحه؟ بصوا لدرجه ان انا بصي خايفه الخمر يطلع منها، وهي كده حاجه كده لذيذه كده وخفيفه، وما كلفتنيش اي حاجه. زي ما انتوا شايفين تكاليفها بسيطه قوي. بياض بيضه دي انا لولا اللي انا كنت عايزه صفار بيضه عشان اقدم بيه الوش، ما كنتش عملت بيضه اصلا. كنت استخدمت ايه، ملح، سوري، كنت استخدمت سكر وخميره وبيكنج باودر وفانيليا، وبتاع ده، بيكنج باودر وخميره وميه بس. من ابسط المعجنات اللي تبقى هشه معاكي وخفيفه، اللي هي متبقاش فيها دوشه كتير. يعني ممكن تكوني عامله العجينه حاطه فيها لبن بودره، وحاطه فيها زبادي، وحاطه فيها لبن عادي، وحاطه فيها بيض، وحاطه مش عارفه ايه وايه وايه، وبص تلاقي العجينه متديكيش النتيجه اللي انت كنت متخيلها. انا العجينه دي ما شاء الله فاجئتني بصراحه. على قد بساطتها، والحاجات اللي فيها مش كتير ومش مكلفه، بس طلعت لي الفطاير بصراحه زي ما قال الكتاب. هنشوفها دلوقتي لما تطلع من الفرن. انا عملت اول فطيره زي ما انتم شايفين كده، وزي ما قلت لك الحجم ده بتاعك انت، عايزه تصغري عايزه تكبري مفيش مشكله. تمام. انا بدوس بس عليها بالراحه، هي مستريحه كل حاجه وتتفرد معايا، بس انا مش عايزه اخلي الحشوه تطلع بره او تقطع لي وش العجينه. عفوا. بصوا بقى هنا اعمل واحده كمان، برش رشه بسيطه بس من الدقيق كده، عشان بس ما تلزقليش ايه في على الرخامه، واجي اشدها بص تلاقي ضيعت الخمر بتاعها. انا هنا زي ما انتم شايفين بسيس العجينه، مش بضغط عليها قوي علشان التخمير بتاعها ما يروحش. هنزل برضه شويه حشوه كده حلوين، وطبعا انت بقى ومزاجك في الحشو، عايز تحطي لحوم، عايز تحطي زي ما انا عملت كده سوسيس، مفيش مشكله. عايزه اقولك طعمها في الفرن كانت تحفه. ريحتها كده قبل ما تطلع، انا كنت واقفه قدام الفرن كده لحد ما طلعت، عشان عايزه اشوفها وادوقها كده. هجيب برضو الحرف على الحرف كده، اعمل زي سره كده واقفل الفتحات دي عشان الجبنه ما تسحش معايا وتبهدل الدنيا. اه. زي ما انت شايفه حطها على الصاج مش مدهون اي حاجه، حطها كده وافردها بالراحه برضو، واغطيهم بكياس عشان ايه، الفوط هتضيع لي الخمر بتاعها. هوريك السجان دلوقتي. انا عملتهم 4 فطاير بس طلعوا تحفه، تحفه بجد. انا هوريك هنا بصوا حجم الفطيره مش وحش. حاولي دوسي على الجناب الاول وبعد كده دوسي على اللي في النص. تمام. زي ما انتوا شايفين انا حبيت هنا اعمل شكل كده، اعمل بصباعي كده بالشكل ده، بس لقيتها هتغرز لي العجينه، فجبت شوكه زي ما انتوا شايفين وبغرز العجينه عشان مش عايزه العجينه تتنفخ معايا، لان هي فعلا هتتنفخ معايا لو انا ما عملتش كده. العجينه معايا هشه جدا، الماده الدهنيه فيها خفيفه، عشان كده هتبقى عامله زي الايه، عجينه العيش شويه، هتتنفخ معاك على طول. زي ما انت شايفه كده بخرم لها، بتدي شكل، ومنها كمان التخريم ده بي ما بيخليهاش تتنفخ معاكي.
تعالى بقى ايه، ندهن الوش. هجيب شويه لبن، ده صفار البيضه، جبت معلقتين لبن كده وأدهن بيهم واحط عليهم شويه سمسم. حابه تحطي حبه البركه مفيش مشكله خالص، بتدي ريحه حلوه برضو. عايز تحط سمسم بس، عايز تحسبها ساده، تمام برضو مفيش مشكله. في, في الوقت ده بقى كده حسسي كده بالراحه على العجينه، ما تضغطيش قوي علشان التخمير بتاعها هيروح. لو انتي ضيعت التخمير بتاعها دلوقتي ودخلتها الفرن على طول هتبقى مهبطه معاكي. ماشي، لما تيجي تخرمي كده يبقى الفرن هتدخلي الفطيرة على طول زي ما انتوا شايفين كده. دهنت اللبن والبيض، رش رشة سمسم وادخل الفرن ونشوفها بقى ايه. عايز تحطي بقى حبة البركة، عايز تحطي جبنة رومي، تمام. انا عملت كده يعني واحدة سمسم بس، والتلاتة الباقيين حطيت سمسم عليهم زيتون، فرقت زيتون معاها كده، كانت مديه شكل وطعم حلو قوي. بس الفطيرة عاملة ازاي. في الوقت ده هدخلها الفرن، ودي الفطيرة التانية، حاجة كده تحفة. الفطيرة دي ممكن تكفي شخصين لعشاء مثلا مع كوباية شاي. تعالى بقى نشوف بقى الجمال اللي عدى الكلام، ونشوف الفطاير بتاعتنا. عايزة اقولك كمية اللذاذة والخفية والريحة التحفة اللي في الفطاير دي، حاجة كده روعة. والله ما محتاجة غير كوباية شاي بس. الصورة اللي عدت دي كانت الكاميرا هتقع، فلحقتها زي ما انتوا شايفين. بصوا الجمال عدى الكلام زي ما بيقول. تعالى نشوف بقى قلب الفطيرة بتاعتنا، مكتومة نية، مش حلوة من جوه. هنشوف كل ده دلوقتي. زي ما انتوا شايفين حشوة اهي، العجينة فاتحة معاكي، العجينة اسفنجية خالص طرية، يعني مش تحتاجي اي حاجة غير كوباية شاي. تنفع معاكي الغدا، ممكن غدا ونقول فطار ونقول عشاء برضه. بصوا حاجة تحفة، والله تحفة بجد، ومش مكلفة خالص، وفي نفس الوقت يعني حاجة حلوة. ممكن تعمليها سادة، وممكن تعمليها زي ما انت شايفة كده بحشوة. صراحة تحفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واسفة تاني مرة على صوتي لاني انا تعبانة. ادعولي ربنا يشفيني يا رب. آه زي ما انتوا شايفين الفيديو بسيط جدا ورغم ان انا كل مرة بقول لكم ان انا بقدركم وبعمل الفيديوهات وبنزلها علشان اشوف اللايكات بتاعتكم، ما بلاقيش لايكات، و الريتش بتاع القناة واقع خالص. اتمنى الفيديو يعجبكم، ومش هقولكم حطوا لايك تاني. انا هسيبكم ضميركم كده مع الفطيرة الحلوة دي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. واسيبكم بقى ايه تجربوا الوصفة وتكتبولي في التعليقات. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.